بعد شيء. التصعيد الأخير في علاقة الدولة بأنصار الشريعة ومنع انعقاد المؤتمر الثالث بالقيروان، ما سببه وهل كان بالإمكان تلافيه؟ الصيدة ماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالطبع اللي يصير هذا لازمنا قبل كل شيء نحطوه في إطاره. هو أنه الغرب لما شاف يعني هذه الصحوة الإسلامية المباركة في تونس ماشية في مسار دعوي سلمي واجتماعي، ونجحت في الاقتراب من فئات كبيرة من الشعب، وتوغلت في كثير من القطاعات، حتى أصبحنا نرى ناس منتمين لهذا التيار في كثير من الوظائف وكثير من القطاعات ومختلف شرائح المجتمع، من الثري إلى الفقير، من المثقف إلى ثقافته محدودة. ففوجئت بأن هذا التيار أصبح يهدد مشروعه اللي هو القائم على عدم تطبيق الشريعة والقائم على بث الديمقراطية بمفهومهم الغربي الذي يريد القضاء على الشريعة الإسلامية. فحاولوا عبر عدة طرق الاستئصال هذا التيار. أولا حاولوا عبر الاحتواء، محاولة الاحتواء، عبر محاولة إغرائه بالعمل السياسي، عبر محاولة تقديم الوظائف والأموال وغير هذا، ولكنه فشل في كل هذه المخططات. فعن طريق مؤسسات البحوث الاستراتيجية على غرار مؤسسة راند البحوث الاستراتيجية أخذ القرار، قرار استئصال، محاولة استئصال هذا التيار، وأوعز بذلك لوكلائه من متخرجي فريدم هاوس الموجودين في السلطة اليوم عبر المراحل التالية. أولا الشيطنة الإعلامية ونعت هذا التيار وإلصاق التهم الجزاف به بالقتل والإرهاب وغيره ومحاولة تخويف الناس منه. ثانيا عبر محاولة عزله أنه تيار وحيد، ومثال ذلك لو حدث في الثورة أو أن كانت الثورة معزولة فيها تيار وحيد لتم استئصاله ولما نجحت الثورة. فهم الآن يحاولون عزل هذا التيار عن بقية المجتمع، عن بقية الشعب، كي في المرحلة التي بعد ذلك محاولة جره إلى معركة ليست معركته، وبالتالي الاستئصال والقبضة الأمنية والقتل والسجن. لكن نحن نقول أن هذه المخططات بإذن الله لن تنجح وستفشل فشلا ذريعا وستتحطم بصخرة صبرنا على الأذى. واليوم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ونحن معه على توافق فكري ليس تنظيمي، نحن معه على توافق فكري، بين وقال أن تونس هي أرض للدعوة كما قلنا مرارا وتكرارا، وبين وقال أن التنظيمات الجهادية لن ترفع أسلحتها ضد جيوش وشرط ما يعرف بالربيع العربي. طيب بلال،